السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. اعتبروا ده كده فيديو هدية مني ليكم، هدية العيد، عشان هلم لكم النهارده او هقول لكم النهارده خطة شاملة ازاي تقدر تلم فيها مادة اللغة العربية، اللي تعتبر واحدة من اكبر المواد واكتر المواد اللي عليها درجات عندك في الثانوية عامة. فبإذن الله بعد الفيديو ده هتبقى طالع بخطة شاملة المحاضرات، شاملة المواعيد، ازاي تقدر تلم الفروع كلها بتاعت اللغة العربية في اقل من اسبوع، وكل اللينكات هتلاقيها محطوطة لك تحت في الديسكربشن. وكمان مش بس كده، هتاخد مني في اخر الفيديو على اهم الطرق وافضل الطرق ازاي تذاكر وتحفظ وتسترجع المعلومات، عشان ده هيساعدك انك تحفظ حاجات كتير قوي في العربي زي الادب، زي تحفظ قواعد النحو عشان تقدر تحل فيها بعدين. فهقول لك في نهايه الفيديو باذن الله، فخليك متابع معايا لاخر الفيديو على افضل الطرق انك ازاي تذاكر وتسترجع المعلومات. طبعا ده من واقع خبرتي، اذا كان في ثانويه عامه او اذا كان من ان انا طالب في طب بشري، فاحنا بنحفظ حاجات كتير قوي في الكليه عندنا. فانا بجرب طرق كتير، وغير كده يعني انا بحب ابحث في الحاجات دي، وفي طرق كتير جربتها نفعتني وساعدتني ان انا احفظ حاجات كتير. وعايز اتكلم في نقطتين مهمين. ان اول حاجه ان الفيديو موجه اكتر لشخص عنده عزيمه وشخص مستعد فعلا ان هو يبذل مجهود انه يخلص المناهج دي او يخلص الفروع دي كلها. انا جايب لك كل الفروع، جايب لك الفيديوز طويله شويه، بس باذن الله الفيديوز دي هتلم لك كل الفروع بتاعت اللغه العربيه وفي فتره قليله جدا. فلو انت ما عندكش العزيمه والاراده واخد قرار فعلا ان انت تتعب عشان ربنا بعد كده يجازيك في الاخر وتخش الكليه اللي انت عايزها، يبقى الفيديو ده مش ليك. تاني نقطه اتكلم فيها ان اللينكات كلها بتاعت كل الفيديوز اللي بتكلم عليها وكل المحاضرات وكل البلاي ليستس هتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن، عشان ما تتوهش. هتلاقيني بقول لك الحاجه وتحت اللينك بتاعها، فتقدر على طول تخش من اللينك وتحمل الفيديوز دي عندك او تتفرج عليها على اليوتيوب. الفيديوز كده كلها موجوده على اليوتيوب. وبس كده، حسيت ان انا رغيت كتير في المقدمه، فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ومعاكم دكتور عبد الرحمن اليمني، ودي حلقه جديده من يمني توكس. نبدا كده بفروع العربي ونقسمها. اول فرع واهم فرع عندنا هو فرع النحو، اللي هو يعتبر ده يعني اصعب حاجه او من اكتر الحاجات الصعبه للطلبه في انها تخلصوا، لان عندك حوالي 7 وحدات نحو وفيهم قواعد كتير وهكذا. انا جايب لك فيديو تحت في الديسكربشن لمستر عبد الله الشهاوي. الفيديو تقريبا 9 ساعات او حاجه، لامم قواعد النحو الاساسيه كلها. يعني انت باذن الله بعد ما تتفرج على الفيديو هو الفيديو موجود على اليوتيوب، هتلم معاك كل وحدات النحو باذن الله والقواعد الاساسيه بتاعها في 9 ساعات. طبعا 9 ساعات انت ممكن تشوفها كتير، لكن انا بشوفها لا، هو بالنسبه للنحو اللي هو بيتشرح في اكتر من 30 40 ساعه في المحاضرات العاديه، انه يكون ملموم في 9 ساعات بس، ده فتره حلوه قوي وتقدر تقعد عليه يوم كامل تخلصه. طب يبقى فاضل لك حاجه واحده بس. هل انا هبقى اقدر او اخش الامتحان بالفيديو ده بس، ولا محتاج ان انا احل او اعرف ازاي اعلم اكتر او اطبق القواعد اللي انا بقولها؟ فهتلاقيني برضه حاطط لك بلاي ليست ثانيه فيها حل 100 قطعه نحويه، والبلاي ليست دي مهمه جدا جدا اذا كنت انت طالب ثانويه عامه او طالب ستيم. اللينك او البلاي ليست دي مهمه جدا، لان فيها حل 100 فقره نحويه و100 قطعه كامله اعراب واستخراج وكل حاجه. فهتلاقي نفسك بتذاكر من الفيديو بتاع مستر عبد الله الشهاوي، وبترجع تاني تحل او تطبق من ال 100 قطعه نحويه. يعني انت الخطوه الاولانيه كمان انك هتتفرج على الفيديو بتاع النحو، وبعد ما تخلص الفيديو كامل هتبتدي كل يوم او كل فتره تاخد لك قطعتين 3 4 من البلاي ليست اللي فيها 100 قطعه. وطبعا القطعه الواحده بتاخد حوالي ثلث ساعه الفيديو او 25 دقيقه، فانت هتلاقي الفيديو سهل وبسيط. تقدر كل يوم كده تاخد لك قطعتين 3، وانت لازم اصلا تثبت حل قطع نحويه الفتره الجايه كتير، عشان باذن الله في الامتحان يبقى ده سؤال سهل بالنسبه لك. فده كده بالنسبه للنحو اللي هو اصعب او اهم او اطول فرع عندنا في العربي. تاني فرع هكلمك فيه وهو فرع الادب. برضه جايب لك فيديو مهم جدا لمستر عبد الله الشهاوي، كلام فيه الادب كله، اذا كان الادب الشعر بقى والمدارس الشعريه وكده، او النثر عندك بقى المقال والروايه والمسرحيه وكل الكلام ده. هتلاقي الفيديو موجود عندك تحت في الديسكربشن. فيديو مهم جدا جدا جدا، هتتفرج عليه وخليك متابع معايا شويه في الفيديو قدام. اقول لك ازاي تحفظ بقى وتسترجع المعلومات في اذا كان بقى في الادب او في النصوص او في اي حاجه، فخليك مركز معايا شويه قدام. فدلوقتي انت كده خلصنا اول فرع اللي هو النحو، ثاني فرع اللي هو الادب. فهتذاكر الادب من الفيديو بتاع دكتور مستر عبد الله الشهاوي برده اللي هتلاقيه في الديسكربشن. حلو، نخش على ثالث فرع عندنا وهو فرع القراءه. هتلاقيني جايب لك بلاي ليست تحت عباره عن او فيديوهين، هم مش بلاي ليست، هم فيديوهين بالظبط، لامم لك كل دروس العربي، القراءه، كل دروس القراءه في العربي، وعاملها لك في طريقه مايند ماب. طبعا الفيديوهين دول موجهين اكتر لطلبه ستيم، لان ستيم احنا ما عندناش قراءه متحرره. بس انت لو ثانويه عامه ممكن ده هيساعدك ان انت تفهم القراءه او تفهم الدروس الاساسيه عندك في القراءه، ولا هيساعدك بعد كده انك تفهم القراءه المتحرره وازاي تعرف تحل عليها. فيبقى احنا كده خلصنا 3 فروع، خلصنا فرع النحو، فرع الادب، فرع القراءه. فيديوهين مش طوال، فيديوهين القراءه حوالي ساعه ونص او حاجه، فاللي انت تقدر تخلصهم بسرعه وتحفظهم وتطبق عليهم كمان. حلو، ده كده بالنسبه للقراءه.
رابع فرع عندنا هو فرع النصوص، وبرده ده يبقى موجه اكتر لطلبه ستيم، لان ثانويه عامه حاليا عندهم النصوص متحرره. تمام. هتلاقيني حاطط لك تحت بلاي ليست انا عملتها، لان انا ما كنتش لاقي بلاي ليست مجمع الفيديوز دي لوحدها. بلاي ليست فيها فيديوز مستر رضا الفاروق بتاعت 2020 اللي كان بيشرح فيها النصوص العاديه بقى، النصوص بتاعتنا، وشرح فيها كمان بقى الحاجات اللي بعد النصوص بقى اللي مطالب ان انت تتسال عليها ليها علاقه بالنصوص وهكذا. هتلاقي الفيديوز كلها البلاي ليست كلها محطوطه تحت، فيها تقريبا 6 نصوص او حاجه. دول اعتقد اكتر من كافيين انك تخش بيهم الامتحان، لان انت هيبقى فيها النصوص الاجباريه كلها اللي انت عندك، زي نص الكنيسه نورت اللي هي النصوص النثريه يعني. فانت هتلاقي عندك النصوص الاجباريه برده موجوده، وهتلاقي عندك النصوص الاختياريه بقى الشعر وهكذا اللي بتطبق على كل مدرسه، زي مدرسه ابولو، مدرسه كاسكاي والكلام ده. هتلاقي برده النصوص دي كلها موجوده في البلاي ليست اللي تحت. فانت دلوقتي هتقدر تخش على البلاي ليست ديت وتبتدي تذاكر منها النصوص. طبعا هتذاكر اول حاجه النصوص الاجباريه، لان ده سؤال اجباري جاي في الامتحان ومهم جدا، فالاول هتخلصهم وتحفظهم كويس، وبعدين هتذاكر النصوص الثانيه اللي هي نصوص الشعر او النصوص الاختياريه اللي هيجيب لك نصين تختار منهم نص هتحله باذن الله. فاحلى حاجه في البلاي ليست بتاعت النصوص بتاعت مستر رضا الفاروق ان هي فيها النص بالمعاني بتاعته بالمظاهر الجماليه وكل حاجه هتلاقيها موجوده في الفيديو الواحد. فانت مش هتحتاج بعد الفيديو اي حاجه، تتفرج على الفيديو او على المحاضره هيخلص لك النص كله بكل التفاصيل الخاصه بيه. تمام. بعد كده نخش على البلاغه، وبرده في البلاغه جايب لك فيديو حوالي 5 ساعات لمستر رضا الفاروق لمم فيه البلاغه كامله، مش هتحتاج بعديه اي حاجه باذن الله. بعد الفيديو دوت تبقى البلاغه بالنسبه لك بس محتاج تحل وتطبق عليها كتير. برده هتلاقي فيديوز كتير على اليوتيوب بتحل بلاغه، او انت ممكن تحل لوحدك او لو بتاخد درس او ايا كان. فهتلاقي برده الفيديو تحت في البلاغه كامله للثانويه العامه. يبقى احنا كده نراجع بس الفروع اللي احنا اتكلمنا عليها. اتكلمنا عن النحو، قلنا هنلمه من فيديو مستر عبد الله الشهاوي، وهنحل من البلاي ليست بتاعت 100 قطعه نحويه. بعد كده اتكلمنا عن القراءه، وقلنا القراءه فيديوهين تحت لما القراءه كلها، والنصوص اتكلمنا على البلاي ليست بتاعت مستر رضا الفاروق لما النصوص كلها، والبلاغه قلنا هتلمها من الفيديوز بتاعت او الفيديو بتاع مستر رضا الفاروق اللي هو ال5 ساعات. واخر حاجه الادب قلنا هتلمه من فيديو مستر عبد الله الشهاوي اللي شرح فيه الادب كله الشعري والنثري. حلو. اخر فرع عندنا هو فرع القصه، وهي يعتبر فرع يعني ناس شايفاه سهل وناس شايفاه صعب، عشان القصه عندك فروع كتيره او فصول كتيره، فالناس بتستصعبها وناس بتستسهلها. في العموم يعني اسهل حاجه واحسن حد شفته شرح قصه بالنسبه لي انا واللي فهمت منه ومن اول الفيديو حفظت منه من اول مره هو فيديو مستر وليد محسن بتاع القصه جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. عامل فيديو كامل للجزء الاول شرح فيه كل الفصول، وفيديو للجزء الثاني شرح فيه كل الفصول. فده احسن فيديو شفته انا او اتفرجت عليه لما كنت في ثانويه عامه، ولميت القصه كلها في يوم واحد. لميت القصه كلها بالحل بتاعها بكل حاجه. بالنسبه لمقدمه القصه اللي في الاول هتلاقي فيديو برده تاني، الفيديو مستر عبد الله الشهاوي. مستر عبد الله الشهاوي كان عامل فيديو حلو قوي 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 وصغير لمم فيه مقدمه القصه، والاسئله اللي جت في الامتحان ما خرجتش من الفيديو دوت. ف ذاكر الفيديو ده، هتلاقيني حاطط لك تحت فيديوهين القصه بتوع مستر وليد محسن اللي شرح فيه القصه نفسها، وفيديو مقدمه القصه هتلاقيني حاطط لك فيه الفيديو بتاع مستر عبد الله الشهاوي. يبقى انا كده لميت لك كل فروع اللغه العربيه في بلاي ليستات كامله وفيديوز كامله. يعني انت ممكن تبدا، يعني لو حبيت احط لك سيكونس كده تبدا فيه، فانا شايف اول حاجه تبدا ان انت تخلص النحو، والنحو ممكن تخلصه في يوم واحد. بعد ما تخلص اللي هو الفيديو 8 ساعات اللي من كل القواعد، بعد ما تخلص الفيديو القواعد هتخلي عندك فيديوهات الحل بتاعه القطعه دي بشكل يومي. هتبتدي من تاني يوم ممكن تخلص القصه لان القصه سهله، وهتخلص القصه. ثالث يوم هتخلص البلاغه، بحيث ان انت تزود بعد كده قطعه بلاغه وقطعه نحو كل يوم تحلهم. وبعد كده تبدا في القراءه في رابع يوم، والنصوص في 5 يوم. كده خلصت القراءه والنصوص، والادب تخليه اخر حاجه عشان الادب هيحتاج منك حفظ ومراجعه على طول. يبقى انت كده خلصت كل فروع اللغه العربيه في 6 ايام بمذاكره وحفظ وحل على النحو وحل على البلاغه. حلو. دلوقتي بقى خلينا نخش في البارت الثاني من الفيديو، هو ازاي تذاكر او تحفظ او تسترجع المعلومات. اول حاجه انت لازم تبقى فاهم كويس ان عمليه المذاكره مش عمليه انك تقرا المحاضره او انك تتفرج على فيديو او ان انت تمسك الكتاب وتقعد تقراه وهكذا. لا، عمليه المذاكره هي كلمه او فكره انك تسترجع المعلومه بعد ما تذاكرها. يعني انت دلوقتي بعد ما اتفرجت على فيديو الادب، او بعد ما اتفرجت على محاضره نص معين او فيديو قراءه معينه، درس قراءه، وقفلنا الفيديو وجيت قدامي كده وانا سالتك اي سؤال في الدرس، هل هتعرف تجاوب؟ لو قدرت تجاوب او قدرت تسترجع المعلومه يبقى انت كده ذاكرت القراءه او ذاكرت النصوص. لكن لو ما قدرتش تسترجع المعلومه وحاسس نفسك مش فاكر اي حاجه يبقى انت كده ما ذاكرتش. يبقى انت كده مش اسمها مذاكره، دي اسمها ان انت اتفرجت على الفيديو، سمعت الشرح، قريت الكتاب، قريت الدرس، لكن ما ذاكرتش، ما حفظتش، ما قدرتش تسترجع المعلومه. حلو. فاول حاجه ان انت عايز تدرب عندك حته الاسترجاع، ودي بندربها بكذا طريقه. عندك اول طريقه هي ان انت بعد ما تخلص الفيديو بتاعك هتمسك ورقه وقلم. انت دلوقتي ما تعملش اي حاجه، تتفرج على الفيديو
ومركز في الشرح كويس قوي، وبعد كده هتمسك ورقه وقلم وتبتدي تحاول تكتب كل المعلومات او تسترجع كل المعلومات اللي انت سمعتها في الشرح. يعني مثلا دلوقتي انت سمعت اول وحده نحو مثلا من مستر عبد الله الشهاوي في الفيديو ده، هي تقريبا مدتها 45 دقيقه. حلو، بعد ما خلصتها هتمسك ورقه وقلم وهتبتدي تسترجع كل المعلومات اللي انت حفظتها. هتقول ان احنا كان عندنا قواعد الاملاء كذا كذا، وقواعد الهمزات في عندنا كذا كذا، وهمزه على السطر وهمزه على الالف وهكذا. حلو، الحاجات اللي مش هتستذكرها او هتفتكر او هتقول ان انت مش فاكرها، ترجع تتفرج عليها تاني وتحاول مره تانيه ترجع تكتبها تاني. دي اول طريقه. تاني طريقه ان انت بعد ما تخلص الفيديو او بعد ما تخلص الدرس ان انت تبتدي تسجل ريكورد بصوتك انت وانت بتشرح الدرس ده لنفسك او بتلخص الدرس ده لنفسك. حلو، وبعد ما تسجل الريكورد دوت هترفعه عندك على تشانل على التليجرام. عندك التليجرام هتقدر تعمل شانلز خاصه بيك انت اللي موجود فيها بس، عشان يبقى عندك الحاجات كلها دوكيومنتد او موجوده في فولدر واحد تقدر تخش عليه بسرعه ويبقى معاك على اللاب او على التليفون. لان التليجرام بعتبره اسهل حاجه في الموضوع دوت، لان انت لما بترفع عليه حاجه بتبقى موجوده معاك على كل الابلكيشن بتاعت التليجرام في كل الاجهزه اللي معاك، يعني اذا كان اللاب او التليفون او التابلت او اي حاجه. حلو، فهتروح جاي مسجل لنفسك ريكورد وانت بتسمع او بتشرح لنفسك الجزء ده، وهترجع بقى الريكورد ده تسمعه كل يوم. يعني كل يوم قبل ما تذاكر جديد او ما تبدا تذاكر عربي تاني هتسمع الريكوردات اللي انت كنت مسجلها لنفسك قبل كده. ودي طبعا بتبقى ريكوردات مصغره. يعني انا كنت بسجل مثلا يعني فيديو ال 10 ساعات بتاع مستر عبد الله الشهاوي ده، انا فاكر ان انا سجلت كل واحده في اقل من ثلث ساعه او نص ساعه في النحو. فاللي هو انا في الاخر طلع معايا النحو ريكوردات ما بتعديش الساعتين او ما بتعديش الساعتين ونص. فانا كل يوم ممكن اراجع اصلا 3 4 وحدات نحو في ان انا بسمع الريكوردات بس، وانا اصلا كنت بضرب الريكوردات في 2، فاللي هو انا بختصر الوقت للنص كمان. حلو، فدي عندك برضو طريقه كويسه انك تحفظ وتسترجع، لان انت لما بتسمع الصوت ومش قدامك حاجه انت بتسمع الصوت بس، فعقلك التلقائي بيشتغل ويبتدي يتخيل ويبتدي يسترجع المعلومات اللي هو حافظها. فاحنا دلوقتي اتكلمنا في طريقتين. اول طريقه حته ان انت تكتب كل حاجه بعد ما تخلص المحاضره بحيث ان انت تسترجع كل المعلومات وتشوف انت حفظت ايه وما حفظتش ايه. تاني حاجه ان انت تسجل لنفسك ريكورد وتسمع الريكورد ده كل يوم. تالت حاجه اسمها الاكتيف ريكول او حاجه اسمها السبيست ريبيتيشن. بقى احنا اتكلمنا على الاكتيف ريكول. السبيست ريبيتيشن اللي هو انت التكرار المتباعد، لان انت عارف اهم حاجه في اي مذاكره التكرار. اللي هو انت مثلا ممكن تطبقها بالطريقتين اللي قلت لك عليهم قبل كده، اللي هو انت مثلا بنظام الريكورد ده او بنظام ان انت ترجع تقرا تاني المحاضره او تحاول تكتب كل حاجه تاني في المحاضره بس بشكل متباعد. يعني مثلا النهارده ذاكرت وحده نحو ومثلا هتذاكر بكره نصوص وهتذاكر بكره نحو تاني، فهتيجي في المره الثانيه اللي انت هتذاكر فيها نحو هتروح جاي مسترجع بيها المعلومات اللي فاتت وبتحاول تسمع لنفسك المحاضرات او تسمع لنفسك الفيديوز اللي فاتت او الحاجات اللي فاتت اللي انت ذاكرتها. حلو، بعد كده مثلا هتسيب 3 4 ايام وبعد كده ترجع مره ثانيه تسترجع المعلومات اللي انت ذاكرتها اول مره وثاني مره مع بعض بقى. تمام، وبعد كده تستنى 3 4 ايام وترجع تسترجع المعلومات دي ثاني في المره الجايه اللي انت هتحل فيها او هتذاكر فيها عربي ثاني. فانت عندك دلوقتي 3 طرق. اول طريقه حته ان انت تسترجع المعلومه على طول بعد المحاضره، بعد ما تقفل المحاضره هتبتدي تمسك ورقه وقلم وتسمع كل حاجه انت كتبتها وتشوف الحاجات اللي انت مش مستذكرها كويس او حاسس ان انت ما حفظتهاش كويس وترجع تراجع عليها تاني. تاني حاجه ان انت تسجل لنفسك ريكورد وتعمل شانل تليجرام وترفع الريكوردات دي وتسمعها بشكل يومي وتسمعها بقى في اي وقت. تمام، يعني انت مثلا مش بتعمل حاجه، رايح تاكل مثلا، رايح تقعد، رايح تنزل تجيب طلب من الشارع، حط هاند فري والتليفون في جيبك وشغل الريكوردات. عقلك تلقائي حتى لو انت مش مركز قوي في الصوت، عقلك تلقائي يحاول يسترجع المعلومات ويلقط المعلومات اللي انت بتقولها ويحاول يفكرك بيها على طول وتبقى فاكر دايما الدروس. ثالث حاجه ان انت تكرر المعلومه تاني بس بشكل متباعد. يعني كل يومين لما تيجي تذاكر مره ثانيه او تراجع معاك الحاجه القديمه، ولما تيجي تذاكر حاجه جديده تراجع معاها الحاجه القديمه. حلو، صدقني لو طبعت ال3 طرق، طبعا في طرق كتير جدا هكلمكم عليها فيديوهات جايه وهكلمكم على كل ماده ازاي نذاكرها وازاي نحفظ فيها، بس دول طرق اساسيه ومهمين جدا وسهلين جدا تقدر تطبقهم وهتلاقي فرق كبير قوي في حفظك وفي مذاكرتك. حلو، انا كده خلصت الفيديو. هتلاقي في الديسكربشن عندك كل اللينكات بتاعه الكلام اللي انا قلته، وهتلاقي برضو معاك رقمي الواتساب بتاعي لو عايز تتواصل معايا في اي حاجه. حلو، مش طالب منك غير ان انت تدعي لنا دعوه حلوه كده، وربنا انا بدعي لكم دايما ربنا يوفقكم وكلكم تحققوا الاهداف بتاعتكم وتخشوا الحلم بتاعكم. ركز وخلاص الفتره بتنتهي، ركز اول الفتره الجايه. والله التعب اللي انت بتتعبه ده كله مش هتحس بيه نهائي يوم النتيجه. يوم النتيجه هتحس ان كل اللي انت تعبته ده اكنك ما تعبتش باي حاجه. فرحه النتيجه هتنسيك كل التعب اللي انت تعبته. اتعب عشان والدك، عشان والدتك، عشان مستقبلك. حلو، بس في الاخر كده اقول لكم ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبك، وتشير الفيديو مع كل اصحابك، وسبسكرايب للقناه عشان هينزل فيها فيديوز كتير لكل المواد باذن الله الفتره اللي جايه ازاي تقدر تلمها. وبس كده، ده معاكم دكتور عبد الرحمن اليمني، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله، واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. وبس كده، سلام.